تعالى اتفرج ضحك كتير وانا مش مسؤول. مرسو فلفول، تيم كمان وابو العريس، دبش كئيب ودمه خفيف، جنبه بياكل بشكل مخيف، اما بنسى ده شخص ظريف. مرسو فلفول، بعمل واجبي واخلص حاجتي وبستناهم على طول. تعالى اتفرج ضحك كتير. مرسو فلفول. ازيكم يا أصحابي؟ وحشتونا. حد فيكم يعرف المناديل بتتصنع ازاي؟ فلفول النهاردة هيجاوبنا على السؤال ده، بس في معانا النهاردة سؤال كمان، والسؤال هو: يا ترى ايه الحاجة الغير منطقية الموجودة في الفيديو؟ اللي يعرف الإجابة يبعت لنا اسمه وصورته على صفحتنا على الفيسبوك حواديت مرسو وفلفول، هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف. ممكن تخلوا ماما وبابا يساعدوكوا في كده، واللي هيجاوب السؤال صح هننزل اسمه وصورته معانا في الحواديت. مستنيينكوا يا أصحابي، عايزين نشوف مين اللي هيجاوب السؤال، ويلا بينا نشوف مع فلفول يا ترى المناديل بتتصنع ازاي. هي صحيح يا ماما المناديل بتتصنع من ايه؟ ده سؤال حلو يا فلفول، وبرافو عليك انك دايما بتسأل وعايز تعرف وتتعلم كل حاجة حتى وانت عندك برد. المعلومات دي يا مامتي بتنور عقلنا زي الشمس الحلوة دي ما بتنور الدنيا. بس انا مش عارفة يا فلفول، تيجي نبحث عن المعلومة دي سوا؟ يلا بينا يا مامتي، وادي اليوتيوب ونكتب كيف تصنع المناديل. ها، طب قولي بقى عرفت ايه؟ مرسو فلفول في رمضان. المصادر بتقول يا ماما إنها بتتصنع من بقايا الورق، ورق الكتابة. عشان كده اسمها مناديل ورقية. يا ماما حاجة زي كده. وبيقول الفيديو إن أليافها القصيرة والمرنة وقت التصنيع بتنتج أنسجة ناعمة. عشان كده بيقولوا عليها ناعمة وقوية وكلها حنية زي خدودك القلبوزة دي يا فلفولي. يا ماما ما أنا مركز دلوقتي، خلينا أكمل بقى. بيقول كمان الفيديو إن بقايا الورق دي بتدخل آلة عملاقة، ودي هي اللي هتصنع عجينة الورق. بتفتفت الورق خالص خالص وبتمزجها بالمية، واللي بينتج ده اسمه اللب، وبعدين بيحقنوا اللب ده بالهواء عشان يتم فصل الحبر عن بقايا الورق. وبعدين بيدخل مكنة ضغط عبارة عن اسطوانة كبيرة. في المرحلة دي بقى بيتحول اللب لنسيج يشبه القطن، وبعدين بيتشطف كويس بالمية، وكده خلاص بقى جاهز عشان يبقى مناديل ورقية. بيمر بقى على بكرات كبيرة بتضغطه قوي علشان كل المية تخرج منه، وتنشفه جوه الاسطوانة دي مصفى كبيرة لتصفية المية، وبعدها بيمر على مجفف هواء سخن. بيخرج في الآخر بقى على هيئة ورق رقيق عريض قوي، وبعدها بقى بيتجمع ويدخل على سكين بتقطع المناديل، ويتجمع بعدها في الأكياس ويتعلب في العلب بتاعته. ياه، كل ده يا فلفول؟ دي مراحل كتير قوي. المراحل كتير بس في الآخر بناخد منتج يساعدنا في دور البرد ده. هاتشي. سلامتك يا فلفول يا حبيبي،
خلي بقى المناديل الناعمة القوية جنبك يا بخدود كلبوزة وكلها حنية.